فيا، كله بيهزي. بص مراتك بتقول ايه؟ شفت شمتت فينا عبده كاستور ده؟ استاذ عبده احترم نفسك يا ولد، انت مرا بواب. اقسم برب العزه وعزه جلال الله في نص ساعه لو ما طلعت الموبايل ده لاجيب لك وشك 6 قطع. في حدا يا مخمر؟ لا مفيش، ده انا بس كنت عايزه يعلمني ازاي احول زبده الجاموسه جبنه مثلثات. ما تقول لها فيه. مفيش حاجه يا عم. اروح اشوف الموبايل. روح رايق. انا ميرسي بجد. انت فعلا حد رجالي قوي. الله يخليك. استاذ صح، انا حد رجالي وفي مني بني برباط. لا انا قصدي ان انت جد قوي. لا يا استاذ انا جد، بس عشان خاطر العالم دي ما تاخدش عليا، انما انا مع النسوان عسل. انا اقول لك نكته، بقول لك مره واحده سعيديه. ما خلاص يا عم هشام. طب اقولها لك اما تمشي بقى. عارفه يا مزمزيل، انا ربنا اداني كل حاجه الا رقم تليفونك. قال قولي لي يا ست هانم، هو حضرتك كنت رايحه الشغل دلوقتي؟ لا انا كنت مروحه. نعم، مروحه البيت الساعه 7 الصبح. المشكله 7 الصبح مروحه 7 الصبح يا علي. انت بتشتغل ايه دي؟ أكيد ما دام مروحة 7 الصبح تبقى أكيد ممرضة. ليه بس كده يا علي تسيء الظن بالناس؟ ما ممكن تكون شغاله رقاصه يعني. والله ممكن مثلا تكون رقاصة وبتدي حقن. ممكن يا علي ممكن. اصل انا كنت سهرانه عند مهند. في الشقه ولا في المسلسل؟ طب كلمني بعدين بقى. لا انا كنت سهرانه عند مهند في شقته. ودي في الحلقه الكام؟ اقسم بالله اكسر الموبايل، اقسم بالله. على فكره مهند ده يبقى ابن عمتي. قولي والمصحف بس لقيت الموبايل. الحمد لله يا هانم، فلوسك حرام. امسك يا هانم، 1 2 3. بسم الله ما شاء الله، حيدك مرزقه قوي. ضاع واحد جه 3. طب ده كده مش هيتصل. ليه ناقص حته؟ تعالي يا بنت اتصلي من عندي أنا من هنا الدقيقة ب5 جنيه. لا تعالي اتصل من عندي والدقيقه ب4 جنيه. إيه ده يا علي؟ طب عليا بقى الدقيقة ب5 جنيه. طب عليا انا ب3 جنيه. طب بالعند فيك يا علي بقى الدقيقة ب5 جنيه. طب الدقيقه ببلاش وتعالي وخدي 10 جنيه. حرام عليك يا عم علي وعلي الاستغلال ده. هو لو خلاص ليه لسه طالعه من وسط الحادثه. خلاص بقى يا جدعان، خلاص انا هحلها يا جدعان. خد اختي كلميهم من عندي، كلمي امك بقى تجيب ونش وترفع العربيتين دول عشان اشوف اكل عيش، حددي لي معاه معاد. بقول لك ايه يا اختي، انت بتؤمني بالحب من اول حادثه؟ بص اصل انا مش حافظه رقم مامي. حافظه رقم امك انا عشان الباقه بقى. انا حافظ رقم امك. تعالي. ما دي امها اللي هي ام هناء، عارفها؟ لا دي أمها أم شيرين يا علي. يا عم ام هناء، وانا مسجل نمرتها عندي في الاشنده بتاعتي. لا يا علي أنا مسجل نمرتها أم شيرين في الأجندة بتاعتي. ام هناء يا عم، تعالى اوريك الاشنده وانت تتاكد بنفسك. وريني تعالى. يا سيدي. تعالى. انا مش حافظه رقم مامي لان انا كنت مسجلاه على الموبايل. ما انت غريبه يا ست هانم، حد يسجل رقم امه على الموبايل؟